عايز اشتري عربية كهرباء بس للأسف ما عنديش مكان اقدر اشحن فيه كل يوم. عايز اشتري عربية كهرباء بس برضه بسافر كتير ومش عارف الرينج هيكفيني ولا لا. عايز اشتري عربية كهرباء بس لما باجي اسافر بلاقي زحمة على المحطات، او ساعات كتير جدا بلاقي المحطات مش شغالة. كل دي اسئلة كتير الناس بتسألها مؤخرا، ودي اسئلة مشروعة جدا، خاصة ان عندنا لسه البنية التحتية موصلتش للمرحلة الاعتمادية بالشكل الكافي. بس يا ترى هل في تكنولوجيا دلوقتي تقدر تديني ميزة الكهرباء وتعالج لي مشكلة الرينج انكزايتي او القلق من موضوع الرينج في نفس الوقت؟ ده موضوع حلقتنا النهارده. تعالوا نتكلم على تكنولوجيا الاي ار اي في ونعرف الفرق بينها وبين تكنولوجيا العربيات التانية اللي موجودة، وهل هي فعلا احسن ولا مش احسن. يلا بينا. عشان نجاوب على السؤال دوت لازم نعرف ايه هي الاي ار اي في. اي ار اي في هي اختصار Extended Range Electric Vehicle. العربيات دي اتعملت مخصوص عشان تعالج المشاكل اللي قلنا عليها، واهمها القلق من موضوع الرينج. بتخليك تنسى خالص فكرة ان لو العربية فضيت هتعمل ايه، وهقدر اكمل رحلتي ازاي لو البطارية خلصت مني. وده ليه؟ عشان العربية انتجريتد بمولد وظيفته ان هو يشغل ينتج كهرباء يشحن بيها البطارية، فيضمن ان العربية دايما تمشي بدون ما تتوقف. فكرة الاي ار اي في اعتبرها كده ان هي السيفتي نت، هو وسيلة الانقاذ اللي موجودة عشان في حالة لو الرينج ما كفكش. يمكن كنا بنشوف كوميكس كتير على الفيسبوك كده لعربيات تسلا، جايب لك واحد شايل جنريتور وواقف بيشحن العربية، او واحد رابط جنريتور في العربية ومخليه معاه للطوارئ. هو بالظبط نفس الفكرة، بس الجنريتور ده انتجريتد جوه العربية. بيكون موتور بنزين سعته في حدود 1500 سي سي، 1.5 لتر، عشان يقدر ينتج كهرباء لما بطارية العربية تنزل لليفل معين، فيحافظ على ان العربية تفضل مكملة. طب واحد هيسألني يقول لي ايمن، طب الفرق بينها ايه وبين الهايبريد؟ طب ما الهايبريد بتعمل كده، الهايبريد بتقدر تمشي على الكهرباء والبنزين، وفي الاخر انا برضو بقدر اكمل رحلتي. الاي ار اي في فعلا فيها موتور بنزين وفيها موتور كهرباء، والهايبريد فيها موتور بنزين وموتور كهرباء. بس السيستم بتاع الهايبريد المعتاد او البلاجن هايبريد هو اسمه باراليل سيستم. باراليل سيستم او باراليل هايبريد هو العربيات اللي بيبقى الموتورين من اسم كلمة باراليل يعني على التوازي، يعني الموتور البنزين والموتور الكهرباء بيشتغلوا عشان يحركوا العربية، سواء كان الكهرباء هيحركها لوحده او البنزين هيحركها لوحده او الاتنين هيحركوها مع بعض، على عكس الاي ار اي في اللي بتعتمد فقط على الموتور الكهرباء عشان يحرك العربية. ولكن وظيفة الموتور البنزين ان هو يشتغل كجنريتور بس للكهرباء. طب ايه ميزة الموضوع دوت؟ ميزة الموضوع ده ان انا لازلت كأني راكب عربية كهرباء بالكامل. موتور كهرباء فواخد البرفورمانس الرهيب. العربية طول ما انا مش محتاج الجنريتور اللي شغال، انا واخد شغال على البطارية فبوفر. فالموتور موجود بس كباك اب سيستم ليس اكثر، ملوش استخدام، ملوش صيانة، ملوش الكلام ده كله. ولو اشتغل في ميزة ان هو هيشتغل بريت ثابت عشان يشحن البطارية، والبطارية هي اللي بتدي كهرباء للموتور. طب لو جينا نفكر كده يا جماعة، هل فعلا الموضوع دوت ممكن يكون كويس لينا في مصر حاليا؟ تعال نفكر فيها كده. نيوزيلندا نفس الكلام، عندهم نفس المشكلة، البنية التحتية ضعيفة والكهرباء الجريد مش احسن حاجة. فالاي ار اي في كانت هي الخيار الانسب. طب ليه؟ تعالوا نفكر كده. دلوقتي عربيات الكهرباء شركات كتير جدا بدأت تعمل أنظمة الاي ار اي في فيها بطاريات بسعة محترمة. سعة محترمة يعني بتكلم من أول 40 كيلو وات أور لحد 50 كيلو وات أور، زي بي واي دي، زي شركة ايتو اللي نزلت مؤخرا. وطبعا كمان وجود شركة تراكس دلوقتي موجودة برضو بتقدم نفس التكنولوجيا دي. بتكلم طبعا على السوق العالمي والسوق المحلي. فالبطاريه لما تبقى 40 50 كيلو وات اور، فخلينا نفكر كده، لو انت بتعمل يوميا رحله وليكن رحلاتك في اليوم 100 كيلو متر، انت معاك البطاريه ال 40 كيلو وات اور او ال 50 كيلو وات اور في تكنولوجيا الاي ار اي في هتقدر تمشيك من 200 ل 300 كيلو متر يوميا، يعني هتغطي احتياجاتك اليوميه. تعال نتخيل كده
ان انت في يوم احتجت تعمل اكتر من كده، ايه اللي هيحصل؟ زي ما قلنا الاي ار في جنريتور هيشتغل، هيديك الميزه ان انت تكمل الرحله من غير ما تحتاج تقف. طيب خلينا نقول، طب هل ده مرحله مؤقته؟ هل لو المحطات انتشرت بشكل اكتر ده يخلينا نقول ان الاي ار في بقت تكنولوجيا انتهت؟ لا بالعكس، لان ساعتها انت بقى معاك عربيه كهرباء ببطاريه بتكفيك لاحتياجاتك اليوميه، فيعتبر الفرق ده كله مش ديد ويت، او ان انت ما بتستخدموش، او ان انت العربيه هتبقى اغلى من اللازم، لان لما تشتري عربيه 50 كيلو وات اور غير لما تشتري عربيه بطاريتها 100 كيلو وات اور. فهي بتكفيك لاحتياجاتك اليوميه، وفيها نظام الطوارئ اللي يكفيك عشان لو احتجت تسافر، او لو صحيت الصبح لقيت العربيه نسيت تشحنها، او لو ما عندكش اكسس للتشارجنج كل يوم. يعني مثلا لو انا واحد زي بيعمل في اليوم حوالي 50 كيلو متر يوميا ومعايا بطاريه اي ار اي في او عربيه اي ار اي في، فانا هقدر العربيه تفضل معايا لمده 4-5 ايام من غير ما احتاج ان انا اشحنها. وممكن في يوم في الاسبوع لو انا عندي الفرصه ان انا اشحنها في مكان ما هروح اشحن. طب لو ما عنديش هشتغل على الاي ار اي في مؤقتا لحد ما يتاح ليا فكره الشحن. طيب تعالوا نقول كده سريعا التكنولوجيات المختلفة اللي موجودة ونديها بمثال. لو انا دلوقتي محتاج اسافر مسافة طويلة، خلينا نقول ان احنا عندنا تريب مثلا للغردقة، او سي مسافة تعدي الرينج ال 500 او 600 كيلو، المازا باي، وات ايفر، رينج كبير، عايز امشي براحتي، سرعة براحتي، وقدامي ان انا عربيه اركب عربيه كهرباء بتعمل افريج 350 ل 400 كيلو متر من الشحنه. عندي عربيه اي ار اي في بتعمل على البطاريه بتاعتها بس لو هتشتغل فولي الكتريك 200 كيلو متر، وفيها طبعا الرينج اكستندر اللي بيخليها تقطع اكتر من كده او تغطي الرحله كلها. وعندي عربيه هايبريد ان هي فيها بطاريه وفيها موتور بنزين وموتور كهرباء، فهي واللي بيشتغل زي ما قلنا بشكل باراليل، على عكس الاي ار اي في اللي بتشتغل سيريس. لا، هو الموتور الجنريتور بيشحن بطاريه والبطاريه بتدي الموتور الكهرباء، ففي الاخر هي اتس الكتريك اونلي، يعني بتمشي بالكهرباء بس. لكن الهايبريد بتمشي بالبنزين والكهرباء، سواء ده لوحده على السرعات القليله في الكهرباء، او سواء البنزين لوحده على السرعات العاليه، او الاثنين كومبايند مع بعض لو احتاج يشغل الاثنين مع بعض. وعندي زي ما قلنا حاجه اسمها بقى المايلد هايبريد. المايلد هايبريد دي بتبقى بطاريه صغيره قوي، دي كانت موجوده في عربيات مرسيدس بيسموها الاي كيو بوست او الاي كيو بوستر تقريبا، ودي بتبقى بطاريه صغيره قوي 1 كيلو وات اور، سيستم 48 فولت، حاجه بسيطه. ميزتها بس ان انت لما تقف مثلا في الزحمه ولا حاجه العربيه بتطفي، اما تيجي ترجع هي تشتغل تاني بتشغل العربيه تاني لوحدها، وبتساعد في الاكسلريشن شويه بتاع العربيه. ما بتحركش العربيه ولكن بتساعد الموتور البنزين. اعتبرها كده الشخص اللي بيساعدك في الجيم وانت بتتمرن، هو ما بيشيلش عنك الوزن ولكن بيساعدك، فهي تعتبر كده. فما نعتبرهاش كهرباء قوي يعني، بس تخيل ان انا قدام السيستمز دي. طيب لو جينا بصينا على العربيه الكهرباء هتمشي بيها هتحتاج تقف بعد 400 كيلو، او لو قلنا التشارجر بعد 300 كيلو متر هتحتاج تقف وتشحن، وبعد كده تكمل رحلتك. هتقف ساعه، تقف نص ساعه، وات ايفر يعني، ولكن كده كده هتحتاج تقف عشان تكمل رحلتك. عندنا طبعا حاجات كتير، ممكن التشارجر ما يكونش فاضي فيبقى عليه زحمه، ممكن التشارجر ما يكونش شغال اصلا، وخلينا نقول هنستبعد دي لان الابلكيشن دلوقتي بيقدر يوريك الموضوع دوت لو الشاحن مش شغال. وخلينا نقول نفس الكلام برضو لو انت ماشي على الطريق ورحت مفيش بقى اصلا شواحن على الطريق، هتعمل ايه؟ ما خلاص هتغير رحلتك تماما، او هتاخد عربيه بنزين او وات ايفر يعني. طبعا كل ده بشكل مؤقت، انا بتكلم على بنيه تحتيه لسه ما اكتملتش بالقدر الكافي اللي يخليني اقدر اسافر اي حته في مصر. فهنا انا عطلت. لو في شاحن انا زي الفل هكمل مفيش مشكله خالص. طيب خلينا نقول، وانا بتكلم على الوضع الحالي عشان محدش يفهم ان انا بقول ان البي اي في، بالعكس الالكتريك كارز انا ده ايماني بالكامل، واحنا بنعمل عربيات كهرباء في الاخر عشان نستغنى عن البنزين تماما. ولكن بتكلم على الوضع الحالي وانفراستراكشر، لان الموضوع مكمل لبعضه. عربيات كهرباء عايزه انفراستراكشر قويه، عايزه شواحن سريعه جدا عشان تخلي الموضوع فعلا الاكسبيرينس حلو.
حاليا الموضوع ممتاز جدا لواحد بيستخدم العربيه بشكل يومي، عنده شاحن في بيته بيعتمد عليه بشكل كامل. بس احنا بنتكلم على كيسز ايه لو بسافر والعربيه دي هتبقى مين كار بالنسبه لي. لو جينا بصينا على الهايبريد تمام هتغطي الرحله طبعا وكل حاجه، او البلاج ان هايبريد نفس الكلام، ولكن ستيل طبعا هستخدم البنزين بشكل اساسي، لان الهايبريد بيشتغل على السرعات القليله بس على الكهرباء بس، لكن على السرعات العاليه وطبعا زي السفر فهستخدم البنزين، الى جانب طبعا عندي صيانه البنزين والموتور بتاعه والكلام ده كله. وكذلك بالنسبه للبلاج ان هايبريد اللي بطاريته تعتبر اكبر شويه. لكن لو جينا بصينا على الاي ار في هنلاقي ان هي مثال النموذج المثالي في الحاله دي، لان انت خلينا نقول انت 200 كيلو متر مشيتهم بالبنزين بالكهرباء، في شاحن هتقف تشحن هتاخد ال 200 كيلو كمان وتكمل، في شاحن كمان هتكمل وتاخد ال 200 زياده اللي انت عايزهم عشان تغطي ال 600 كيلو الرحله بتاعتك. طيب مفيش شواحن، كملت عادي على الاكستندد رينج بوستر اللي موجود، اللي هو عباره عن زي ما قلنا موتور بيشتغل بالبنزين بيولد الكهرباء عشان يشحن البطاريه وبالتالي تمشي. فهنلاقي ان العربيه الاي ار اي في هو انا في الاخر معايا التو اوبشنز بتاعت البنزين، ان انا ما عنديش رينج انكزايتي او قلق من الرينج، وفي نفس الوقت عندي ميزه ان انا بسوق كومبليتلي الكتريك، ولو ما احتجتش البنزين فانا ما عنديش صيانه اصلا. فسؤالي ليكم دلوقتي يا جماعه، هل الاي ار اي في ممكن تكون هي مستقبل التنقل الكهربائي بشكل عام في البلاد اللي فيها بنيه تحتيه لسه ما اكتملتش بشكل كافي؟ لما بتكلم عن بنيه تحتيه مش بس بتكلم على تشارجرز، بتكلم على جريد، بتكلم على شبكه محتاجه تدي باور عالي لشواحن هاي باور تشارجرز، بتكلم على انتشار كبير جدا للشواحن، فبالتالي هتحتاج باور كاباسيتي اكتر بكتير. فهل ممكن تكون هي الحل المثالي؟ وهل نموذج نيوزيلندا اللي استخدمت دلوقتي او اكتر حاجه مستخدم عندها الاي ار اي في ممكن يكون هو الانسب، خاصه ان بدات عربيات كتيره جدا تظهر بتكنولوجيا الاي ار اي في من شركات كبيره زي بي واي دي واي 2، وفي دلوقتي عندنا روكس في مصر. وخلي بالكم لو تفتكروا البي ام دبليو اي 3 كانت بتشتغل بنفس التكنولوجي، بس كانت بطاريتها صغيره، العربيه تمشيك 100 كيلو بس او 150، ولا زالت كويسه طبعا بالنسبه لناس كتيره جدا ما بتحتاجش اكتر من كده في اليوم. بس دلوقتي لما بقى عندنا بطاريات بتقدر تمشيني 200 و300 كيلو واكثر كمان، هل ده يبقى النموذج المثالي لمصر؟ تفتكروا؟ عايز رايكم طبعا. الغرض من الفيديو ده هو مناقشه ارائكم واعرف هل الاي ار اي في ممكن تكون هي النموذج الانسب، ولا البي اي في، ولا البنزين، ولا الهايبريد؟ قولوا لنا رايكم، ولو عندكم اي سؤال اكتبوه لنا وهنرد عليكم. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تشوفوا الفيديو ده وكل الفيديوهات اللي جايه.